أنا دكتورة هبة أشرف، مدرس أونكولوجي في مركز أورام وفهيم. إحنا لازم نقعد مع المريض قبل ما يبدأ جلسات الكيمو، أو بنتكلم معاه كل الآثار الجانبية اللي ممكن يتعرض ليها في فترة الجلسات، وبنطمنه إن كل أثر ممكن يحصل ليه علاج، وبنأهله ده يعني عشان ما يتصدمش من الآثار ده. العلاج الكيماوي ليه آثار جانبية كتير، وده بيتطلب إن أنا لازم أتكلم مع المريض قبل ما ياخد الجلسة بتاعته، على حسب طبعا نوع الورم وعلى حسب سن المريض. لازم أتكلم معاك في الآثار الجانبية اللي هيتعرض ليها، ابدا اشرحها له وافسر له قد ايه ان ممكن ياخد علاج يمنع حدوث الاثار الجانبيه دي اللي يخففها بشكل كبير، وده طبعا عشان ندعمه نفسيا عشان نعدي فتره الجلسات باذن الله من غير تعب او اكتئاب شديد. او طبعا التبرعات مهمه جدا بالنسبه لنا في مركز اورام التعليم، وهتساعدنا جدا ان احنا نستقبل عدد حالات اكتر، ان احنا نقدر نجيب اجهزه افضل واكتر، نوفر انواع علاج ممكن تكونش متوفره. فالتبرعات ده العامه جدا في المركز.